السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا نهار اليوم وصفه البسبوسه تلبيه لطلب مشتركه وفيه عندي، يعني ما نقدش هذه المشتركه نشوف تعليقها وما نديرها لهاش، وكتكريم مني ليها طلعت الجيميل تاعها، ونبقى كل خطره نطلع واحده فيكم. ام زكريا وعمران، شكرا على الدعم المعنوي، يعني في قناتي الاولى وفي قناتي هذه دائما نلقى التعليقات نتاعك. شكرا اختي العزيزه، جبت لك هذه الوصفه ماشي غير ناجحه مليون في المية، معسله حتى للقلب. بدون إطالة فوتوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة البنات نجيبو كاسرونة نديرو فيها كاس تاع السكر تاع 220 ملي مع 2 كيسان تاع الماء. وهنا غادي نعطيكم ملاحظة، البسبوسة صراحة جات طالعة، يعني طالعة بزاف. نتوما لا بغيتو البسبوسة تاعكم تجيكم رقيقة، الكاس بدلوه، يعني الكاس اللي تخدموا به الكيله نقصوها وصاي. نديرو 2 شرائح هكا تاع الليمون ولا نصف ليمونه، نخلطوا مليح هذاك السكر باش يذوب، ونديوه فوق الغاز يزيد يكمل الذوبان تاعه. شوفوا كي بدا يغلي نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. وهنايا ثاني كاين ملاحظه واحده اخرى، لا بغيتوا البسبوسه تاعكم تجي تكتر بالعسل، ديري 2 كيسان وربع نتاع الماء باش هذاك الربع كي يتبخر، يعني عاود راكي عوضتيه بهذاك الربع نتاع الماء، تسمى ما ينقصش كاع من كميه الشربات. نجيبو هنا ريسيبيون ونديرو حبه تاع البيض مع 4 كاس نتاع السكر، ولا فوق الربع شويه، المهم ما نوصلوهاش كاع للنص باش هكا ما تجيش حلوه بزاف، خاطر هذه بسبوسه ماشي شاميه. ونديرو قريصه تاع الملح، ونديرو لافاني، ونخلطوا كلشي غايه بالفوي. هنايا خدمت غير بالفوي، خلطوا كلشي مليح، ونبقاو نزيدوا المكونات الاخرى ونخلطوا بالتدريج. هنايا كي تحسي هذاك السكر تخلط مع هذاك البيض، نزيدوا 4 كاس تاع الزيت كيما هكا البنات، 4 كاس تاع الزيت، ونعاودوا نخلطوا كلشي غايه. شوفوا صراحه هاد البسبوسه تمتم زوجت، يعني تشهيتي حاجه حلوه لقهوه العشيه، ولا جات في خاطرك حاجه حلوه ما في الليل وتبغي ديريها ديريها في ساعه توجد، ما تديش منكم كاع الوقت. ومقادير تاعها ماشي غير اقتصاديه، يعني جد اقتصاديه. كما راكم تشوفوا غير بحبه تاع البيض 4 كاس هذا مكان. هنايا الحليب نديرو نص كاس، ما نديروش 4. نديرو هذاك النص كاس تاع الحليب يكون دافي هكا، دافي شويه، ماشي بارد وماشي سخون، غير دافي كيما هكا. ونخلطوا مليح في هذه المرحله، صاي هذاك السكر غادي كاع يذوب معنا لخاطر الحليب راه دافي. نخلطوا مليح حتى تشوفوا هذاك السكر كاع ذاب. نزيدوا هنايا مغرف تاع نواه كوكو، تعطيها بنه وقوام رائع، يعني معروف نواه كوكو يتمشى في البسبوسه. نزيدوا معاها 2 مغارف نتاع الفرينه كيما هكا معمرين، بصح ماشي بومبي، معمرين غير نيشان. نزيدوا كيس خميره كيميائيه، خماره تاع الكاطو وزن 10 غرام، ونخلط كل شيء غاية. ودروك نزيدو كاس نتاع السميد متوسط البنات، ما ديروش الغليظ خاص بالشاميه، وما ديروش تاني هذاك الرطب. حنا قبل ما نزيدو السميد درت بات اغوم هذه تاع الليمون، خاطر ما كاش عندي الليمون. اللي كان متوفر عندك الليمون في الدار ديري زيست، البسبوسه تبغي الذوق تاع الليمون. وندير الكاس الاول تاع السميد. شوفوا البنات السميد متوسط. هنايا البنات هذا السميد نتاع الميزان، يعني مانيش عارفه الاسم نتاعه، لا مارك تاعها مانيش عارفه تاع واش هو. الا انتبهتوا فيه هكا نقاط كحل، خاطر تاع الميزان شفتوا تاع الباكي يجي في الغالب يجي صافي. ونخلطوا كل شيء غايه حتى نتحصلوا على هذا القوام. في هذا الوقت الكوشه تاعي راني مسخنتها على 180 حتى 200 درجه، ونحطوه في الرف الوسطاني. البلاطو تاعي هذا المول الاسطوري دهنته غير بالمارغرين، دهنوه مليح وما تغبروه لا بفرينه لا بسميد لا بحتى حاجه، دهنوه غير بالمارغرين. ونحط الخليط نتاعي فيه. هنايا سيو تهودوا كاع الخليط وتمشيوه كيف يعني قد هاد الجهه قد هاد الجهه، باش ما تجيكم جهه طالعه جهه هابطه. هادوك نسقدها كاع، خاصه الحواف ركزوا عليهم. وهنايا كي تسقدوها خبطوا البلاطو تاعكم هكا 3 خبطات ولا 4 باش هكا يجيكم مسرح نيشان، يعني ما يجيش عوج. صراحه كما قلت لكم ما داتش كاع مني الوقت، يعني في وقفه في 10 دقائق وجدتها. تسمى تستناوها غير تبرد مليح باش تاكلوها وصاي، بصح الخدمه نتاعها ما تديش كاع الوقت. كيما هكا وندخلها حتى نشوفها حمارت مليح. كي نشوفها حمارت من الفوق بدات تحمر، نشعلها الفوقاني عاود نحمرها تحميره شابه من الفوق. انايا نسقوها ديريكت، يعني هي سخونه عاد جابدينها من الكوشه، الشربات تاعنا كانت صاي بردت، نسقوها ديريكت. كبوه البنات دفعه واحده. انا هنايا شفت البلاط تاعي من القنت كما راكم تشوفوا مداك راه جديد راه يقطر، ونسيت باش نخدم له هذيك العجينه تاع الفرينه ونبلعه. مالا وليت درت تحتها طبسي وكملت سقيتها كيما هكا. وهنايا هذيك الشربات اللي خرجت لي في هذاك الطبسي تحتاني عاود وليت رديتها في البلا.
هادوك القنوط باش تبلعوهم خدموا هكا شويه فرينه مع الماء كي لاكول وديروا القنوط وحرقوا البلاطو تاعكم ولا الباب تاع الخبز. شتو البنات تمتم تشربت لي هذيك الشربات كما كنتو تشوفوا، كنت معومتها شربتها كاع. هنا ما تقصوهاش حتى تبرد مليح. هنايا قبل ما تزينوها البنات دهنوها بشويه عسل من الفوق باش يجي هذاك السطح نتاعها لامع، خاطر مستحيل تقعد لامعه ميم تكون مشربه مليح ومشربه حتى للقلب بصح ما تقعد لكش لامعه. نتيا ديري لها شويه عسل هكا من الفوق باش تجي لامعه، خاصه الا ما كاش عندك نواد كوكو ولا ما كاش عندك هكا باش تسوقيها من الفوق، تسمى تخليها غير كيما هي. لازم العسل باش تجي تبري. انا درت لها شويه نواد كوكو كيما هكا رشه خفيفه، ما تكثروش كاع بزاف. والتزيين يقعد عندكم اختياري. انا غير هذوك الشرائح تاع الليمون اللي طابت فيهم هكا زينت بهم، ولا درت هذوك الحبات تاع لي سيغيس ولا لوز ايفيلي كاوكاو ايفيلي. المهم كيما قلت لكم دائما جود من موجود، اللي يكون عندكم في الدار زوقوا به. هنايا البنات المرسول الاول كي تقلعوه ديما هكا خاص يتقص معاكم شويه، ماشي بزاف بصح يتخسر واحد شويه الخاطر يغبن يكون هكا في الطرف. بصح المرسول الزوج ثالث كاع هادو منا غادي يخرجوا لكم ما شاء الله، خاطر ما تنغبنوش كي تدخلوا هكا. شوفوا البنات جات توب ما شاء الله. نتوما من الافضل حتى تبرد مليح عاده وتقصوها. انا هنا بردتها شويه بصح على جال التصوير باش نحط لكم الفيديو كانت عاد دافيه، تسمى ما بردتليش مليح كانت عاد دافيه. شوفوا البنات نتمنى تكونوا تشوفوا باللي راها معسله، ان شاء الله تكون يبان في التصوير راها معسله حتى للقلب. وكما قلت لكم خواتاتي الا بغيتوها رقيقه على هكا خاطر جات طالعه، الا بغيتوها رقيقه على هكا صغروا الكاس اللي تعبروا به، هذا ما كان ما تبدلوا لا المقادير لا والو، صغري غير الكاس. ان شاء الله تجربوها وتجوا تردوا عليا في التعليقات، خاصه ام زكريا وعمران لازم تجربيها وتجي تردي عليا وتقولي لي كيفاش جاتك. ودي يا غالياتي نقول لكم ما تنساوليش هذاك الجام وهذاك التعليق الحلو كيفكم. نبقى كل مره نطلع تعليق تاع وحده كثروا لي التعليقات، ميم الا ما تطلبيش وصفه هكا تعليق اي تعليق يعجبني غادي نطلعه وندير ديديكاس هكا لمولاته. والى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.